اليوم الجو كلش حلو برا، بس بدلنا نريد نطلع. يمشي البيسة طالعة تخبل. وهاي الشميسة طالعة. نروح نطلع نتمشى شوية. نبلش الثلج يموع. اليوم -1 يمكن هسه أو 0. شوف الثلج بدأ يموع، وكنا مطمومين بالثلج. اكو برودة بس الجو حلو، يعني مو كلش حلو، الجو يخبط. نروح هنا منطقة اسمها سلنتونة، نروح نشوف بعدين نشرب لنا قهوة، نتغدى هاي ونرجع. ماكو شي نسوي. جو نخبل. طبعا القاع زلق. يصير الجو شوية دافئ وكو ثلج، يصير القاع كلها مايات وليس وضع نفس. ملابس كلها شركات، ملابس رجالية، الأحذية والشرابات 50%. طبعا هنا بالسويد يعني المشكلة بالشتاء باردة، يعني صعب واحد يتمشى، يقدر يتمشى برا هواي، كلش باردة وثلج ومي لهالسبب أدور بكانات، يعني مول ما مول. ولو يعني هواي اكو مناطق حلوة بالسويد. السويد انا اقول لكم يعني خاصة ستوكهولم كلش حلوة بالصيف. جنة 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 في الأرض، يعني فشي خرافي، خاصة إذا تصعدون بالشمال، بعد أحلى الشمال السويدي. بس شنو المشكلة هنا بالصيف ماكو ليل، يعني الساعة 11 بالليل وبعدها الشمس طالعة. طبعا وأكيد الشتاء نشوف النهار، نام ظلمة، تقعد ظلمة، بس الخضار طبيعة السويد روعة روعة بالصيف، يعني غير شي. هاي سيارة تسلا نشتري تاكسي بيها. وهاي تسلا. طبعا وصلنا له. طبعا يعني هنا بالسويد يعني كل ما ببالك موجود، الأكل، المطاعم العراقية، السورية، اللبنانية، الأفغانية، أكل حلال، شنو ببالك موجود. بس المشكلة حياة ماكو طبعا. يعني أنا من 2006 هنا بهذا البلد، أنا ما عندي صديق سويدي، لا هم يحبونه ولا احنا نحبهم. حتى ما ندور، بنقعد ببيوت بيها كلها سويديين، احنا نقعد نأجر شقق ومناطق كلها أجانب، وهم ما يريدون يقعدون مناطق كلها سويديين. هاي المشكلة، يعني حياة ماكو بهذا البلد. يا تفضلوا. ظلمت الدنيا. ماكو شي بعد، نروح للبيت نشوف شو نسوي.
Plaza Helena Louise. وهاي وصلنا للبيت الحمد لله. شوف الدنيا شلون صارت ظلمة. هاي الساعة هسه ب3:30 الظهر يعني. فهذا السبب يعني بالشتاء ما عندنا نهار يجوز نطلع على الضوء ساعتين 3 ساعات، باقي كله ليل. أنا هسه اتغديت يعني لحد ما رجعت الساعة 3:30 هسه، وهذاك وصلني البيت. هي هاي المشكلة. وبالعكس بالصيف الساعة 10 بالليل طالعة الشمس، فننام على الوقت على الساعة. يعني صارت مثلا 10 11 باكر عندي موعد لازم اقعد من وقت، فنروح ننام، ما نعتمد انه ظلمت الدنيا. وصلنا مع صديقي. الموبايلات. هاي منطقة اسمها ماشتة، هذا سنتر مالتها ماشتة سنتروم. هسه رايحين على مطعم عراقي يقولون هذا كلش طيب. أنا الصراحة ما مجربه أول مرة لأنه بعيد علي يعني، وإلا ما عندي يعني، هذا قريب على المطار شمال ستوكهولم. خلنا نروح. هاي جينا مطعم ماشتا. هذا الكباب، شنو رايكم؟ هذا خبز الحام. يلا تفضلوا يومنا. هاي ام تحسين اليوم قاعدة تنظف لنا ام تحسين. اهلا وسهلا بك يوم. والله لو مو هاي ام تحسين احنا ضايعين. والله عاشت بش ام تحسين. هاي جيت يمنا صديقي، هاي بالباركون مالته الطابق السابع. طبعا بالصيف هالشي منظرنا مو طبيعي، كلش حلو بالصيف. هسه بالشتا كل شي ماكو. وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا لدعمكم شباب، أشكركم.